وهو ده الاساس ان انت اصلا دلوقتي الدنيا غاليه، فانا لو عايز اجيب حاجه اجيب سلسله احماض امينيه، ما اجيبش عنصر كلها غليت. وانا دلوقتي محتار، معايا فلوس او حد هيجيب لي هديه لا قدر الله، او في حد هيجيب لي مكمل من بره، اخليه يجيب لي ايه؟ هل يجيب لي الكرياتين ولا يجيب لي البروتين؟ وخصوصا ان انا اصلا بسمع ان الكرياتين ده ساحر. انا عايز اقول لك الكرياتين لا ساحر ولا نيله، ليه؟ هو عنصر واحد اصلا من سلسله الاحماض الامينيه، هو مهم بس تقدر تحصل عليه من الاكل زي الاسماك واللحوم بشكل سهل جدا، وخصوصا برضه ان جسمك اصلا بيفرز 1 جرام يوميا من الكرياتين داخل الكلى والكبد والبنكرياس. اما بالنسبه للبروتين نفسه هو اهم بكتير جدا من الكرياتين، لانه سلسله احماض امينيه كامله بيتكون من 20 حمض اميني اساسي اللي جسمك بيحتاجهم. طيب جسمي اصلا بيفرز قد ايه احماض امينيه؟ جسمي بيفرز 11 حمض اميني بشكل سهل، اما بالنسبه للتسعه التانيين جسمي بيفرز منهم كميات قليله جدا، فعشان كده بيكون محتاج عناصر من بره تمده بالتسعه التانيين، وبنسميها سلسله الاحماض الامينيه الكامله اللي موجوده في البروتين الحيواني زي السمك، اللحوم بانواعها سواء بيضاء او حمراء، زي منتجات الالبان اللي من ضمنها مكملات بصفه عامه لانها من مشتقات الالبان وبتكون معموله من مصل اللبن. وهو ده الاساس ان انت اصلا دلوقتي الدنيا غاليه، فانا لو عايز اجيب حاجه اجيب سلسله احماض امينيه، ما اجيبش عنصر واحد، خصوصا ان السلسله الكامله دي اصلا في منتجات منها زي نيتروتك بتوفر 5 جرام بس في السكوب كرياتين، وده هيبقى مهم جدا بالنسبه لك لو انت بتشتري عنصر واحد او علبه واحده قيمتها 700 جنيه مع علبه ثانيه قيمتها 2700 جنيه، انت تقدر تجيب اصلا علبه واحده هي ب 2700 جنيه وتاخد منها الكميه اللي انت محتاجها، وده هيكون موجود في النيتروتك، لان النيتروتك بيديك حوالي 25 جرام بروتين و5 جرام كرياتين، وبيديك كمان 5 جرام بي سي دبل اي، فهو ده بالنسبه لك المنتج المثالي لو حبيت تشتري. طب انا مش عارف اشتري يا كوتش، وسيبك من الكلام ده كله، دلني اعمل ايه. في الحلقه الجايه هقول لك لو انت عايز تاخد احتياج جسمك من العناصر الغذائيه الكامله، هقول لك ازاي تعمل تشكيله اكل تمد جسمك بالعناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها علشان تقدر تعمل شكل جسم كويس بشكل سهل جدا. اشوفكم الفيديو الجاي.